انا فاهم زي حضرتك. بس الكلام اللي بتقوليه ده بقى من مده طويله بقى، البطوله العربيه سنه 2007 غير اوفيشالي، مصري. لكن ان اوفيشالي انا لغايه دلوقتي تقريبا كل فرسان مصر المميزين ليا يد معهم، وبعتز بالتعاون معهم، وبشوفهم ويشوفوني ويسالوني واسالهم، ونستمتع برياضه الفروسيه. حضرتك في صحيح وقت مر طويل من وقتها، لكن كان دايما وجود المدرب الفني للفريق المصري الفروسية شيء بارز ولا استغناء عنه. يمكن من الوقت اللي حضرتك كنت فيه لحد اليومين اللي فاتوا بدأ يبقى فيه إعلان عن مدرب أجنبي للمنتخب الفروسية للكبار أو اللي هو الرسمي، وللناشئين برضو رسمي ولكن للناشئين الصغيرين. فحضرتك يعني وضح لنا ليه الفجوة دي، أو هل هي حاجة مستحدثة إن يبقى في مدير أجنبي أو مدير فني للفريق؟ لا، هي مش مستحدثه، هي حصلت قبل كده من ايام الفريق الكبير اللي مثل مصر في الستينات وفي الخمسينات. كان جه لافارج، وكان جه في سنة 60 كونفورتي للفريق الأول اللي شارك وجاب مركز رابع في أولمبياد روما، وكان قدام إنجلترا في الترتيب. وده كان أياميها الأولمبياد زي النظام الحالي بثلاث فرسان مش بأربعة، وياخدوا أحسن ثلاث نتائج. لا، الثلاث نتائج محسوبين، ودي بتحط ضغط كبير على فارس على والحصان. الفارس. يعني وجود المدرب، السؤال بتاع حضرتك بتاع ان وجود المدرب او الاستعانه بالخبره الاجنبيه ما هياش حاجه جديده. وبعد كده كمان حتى كان جه اتنين مدربين من فرنسا، جون ايف كان اخرهم، وده قعد في مصر فتره مش قليله، اعتقد تقارب الخمس سنوات. وبرضو يعني لازم يكون له انبوت، لان الفروسيه من غير دايركشنز او انستراكشنز بتبقى لعبه بتشوبها العشوائيه. واحنا طبعا الفارس يعني جون ايف اذا كنا كان جابوا كونفورتي ولافارج في الخمسينات والستينات، ودول كانوا مدربين على مستوى كبير جدا. طبعا لا يقارن جون ايف بيهم كمستوى، لكن لوجوده مع المستوى المحلي انا اقدر اقول ان يعني قرار ما هوش غلط، لان ده كان المستوى بتاعنا. لكن ما هو ده يعني ما كانش الهدف منه اعتقد انه يوصلنا لاولمبياد او يوصلنا لمشاركات عالميه ودوليه، لان ما كانش فيه برضو القدر من الامكانيات. زي ما احنا عارفين ان الامكانيات بتاعت الفروسيه بالذات الجواد لازم يكون جواد مميز وجواد غالي، والاداه دي الغاليه ما بتتوفرش دايما عندنا، لحد ما ربنا بعت لنا ما اعرفش والله يعني ان حب الله لمصر ده يبعت لنا اتنين فرسان اضافيين بامكانيات لا نهائيه. مش بس اتنين، بهم ثلاثه كمان، لما اسمي عبد القادر وسامح ونائل. هم اربعه زي ما حضرتك بتقولي، بكريم الزغبي. كريم الزغبي هو سبق على الثلاثه دول بمجهود شخصيه ومساعده مجهودات برضه مصريه. والحمد لله الراجل بيحارب بامكانيات اقل من اخواته، لكن برضه جاب نتائج وقدر انه يتاهل على المستوى الفردي من البول العالمي، which was very difficult. وزي ما احنا عارفين لانه كان بينافس ايرلنديين مش انجليز، لان الانجليز كانوا ما عندهم فريق اللي بيروح له فريق ما يتاهلش منه فرديين، لكن ايرلندا ما كانش عندها فريق. وانا عارف ان كان فارسهم المميز حاول انه ياخد المكان من كريم الزغبي وما قدرش. وفي كام بلد برضو قوية، يعني حاجات على هذا المستوى. فكريم الزغبي مشكور بالمجهودات اللي بيعملها. الاضافات بقى ان يطلع لي اتنين زي عبد القادر بالامكانيات بتاعته والخيول اللي هي عنده
ما شاء الله، عنده ما يقلش عن 3-4 خيل يقدروا يعملوا الليفل بتاع الفايف ستار جران بري والاولمبيك جيمز، وبيتغيروا لان هو راجل اكل عيشه من تجاره الخيل، لكن في الاول والاخير منافساته هي الاساس، علشان نبقى عارفين ان الناس دي حتى لو بتتاجر في الخيل فهذه التجاره مبنيه على نجاحهم في الملعب. كمان وهم نائل وكريم الزغبي عملوا اداء السنه دي رائع الحقيقه. قصدك في الورلد تشامبيونشيب؟ طبعا عملوا اداء جميل جدا. كان ممكن يبقى احسن من كده برضه، لو بشويه مانجمنت كويسه اللي احنا فكرنا فيها ليتلي ان احنا نجيب المانجر ده. لو المانجر ده موجود قبل الجيمز كان الموضوع والله اعلى واعلم طبعا كان الموضوع اتحسن. صحيح. على الزغبي، على الثلاثه التانيين ان عبد القادر وسامح برضه على المستوى الفايف ستار جران بري، بالاضافه طبعا لنائل ربنا يكرمه وربنا يزيده ويزيد اهله والاسطبل الحالي اللي هو بيركب فيه، وهو نفسه امكانياته مش قليله، لكن على الخيل اللي تحت ايد نايل برضه ما يقلش عن 5-6 غير وات از افيلابل ان ذا ماركت في الوقت المناسب هيقدر يجيبه لو الامور كلها سليمه. لان هو الراجل، انا اتوقع الراجل الناجح عمره ما هيجيب ويرمي في منظومه مش مظبوطه او منظومه خربانه، هو هيجي منظومه ناجحه هينضم اليها. فالنهارده ادي ناس موجوده اوريدي بره، واحنا بنقعد نتكلم اصل في مشاكل وعايزين نحلها، ولما تتحل نبقى هنعمل. طب احنا اوريدي ربنا مدينا الحلول، نزهق فيهم يعني النهارده ونطفشهم؟ معاكي حق، اهو ده الكلمه الدارجه. ده انا بشوف هو عايز ايه وتعالى وسهل له، بالذات ان هو ما بيكلفنيش حاجه. النهارده كل اللي بيبقى طالبه مني ان لما يبعت اشتراك لمباراه ان النهارده الجهاز الاداري اللي ماشي يبلغ هذا الاشتراك، انما هنبتدي ناخر له اشتراكاته هنعمل له مشاكل. صحيح. هما الاثنين اصلا التو رايدرز اللي مشيوا لما اتكلموا في ايه اللي ممكن يكون ما اتكلموش في اي حاجه غير ان المعامله غير جيده بالمره وحصل اضطهاد، لا اتكلموا في ان هم عايزين تكاليف ولا مش رغم ان ده حقهم. النهارده لما يبقى عندي ريسورسز بالمنظر ده موجوده ما ينفعش ان انا افرط فيها، ما ينفعش. ولان دي ولاد كلها احنا عاشرناهم، مش هقول انا، احنا عاشرناهم. كل شباب مصر اللي موجوده ويعلموا انهم مصريين حتى النخاع. ولما اتكلمي عبد القادر واد باللهجه الاسكندراني، رغم ان عبد القادر اضطر انه يسيب مصر للاسباب تم اضطهاده مرتين اللي بتتقال ان هو، لا انا مش هتكلم على اضطهاد، يعني خلاص الاضطهاد والحاجات دي اصبحت معروفه والكلام فيها مكرر. انا هتكلم على الاسباب اللي هم بيقولوا ان بتعرقل مصر، قدروا يقفزوها، فانا كمان اكعبلهم؟ لا، مش المفروض ان انا اكعبلهم، انا احاول ان انا اشجعهم بالطريقه اللي اقدر عليها، ما اخترعش طرق ما تنفعش. احنا دايما عندنا اتيتيود ديستراكتيف لمن ينجح، عكس ما نشوف امريكا مثلا، من اي بلد من اي بتاع مش مهم ينجح، وات سان اوف جان، هي ديد ات ويل دان. لكن احنا هندور له على حاجه نيجاتيف في حياته، احنا ندور على هو نجح فين، هو اخلاقه ايه قدام الناس، هو الريبريزنتيشن بتاعته تصلح لمصر او لا تصلح. وعندنا شباب وعندنا تالنت، وجود مدرب للشباب ده اعتبر انه حاجه هتنجح لو اتعمل له المانجمنت الصح، لان لازم يبقى عباره عن سيلكشن كوريكت. مش النهارده انا ما فهمتش اخيرا مؤخرا طلع مرتين، مره جابوا 32 واحد ودوهم مش عارف فين، رجعوا جابوا لنا لسته من 14 ما فيهمش غير 8 من اللي كانوا موجودين، وسقط العدد الباقي واضيف 6 ما كانوش يعني. فالناس الولاد بيقعدوا يتساءلوا هذه الاسئله،
وانا ما بعرفش اجاوب، غير هبتدي اجاوب ايه بطريقه بيرسونال، اصل وفصل ومش عارف، وانا ما ينفعش ان انا اجاوب بيرسونال. انا راجل عشت في انجلترا لمده 20 سنه، وسبت انجلترا ورجعت مصر لان بحب الفول والطعميه والعدس بتاعنا والجو بتاع مصر وكل الحاجات اللي ربنا مديها لمصر وللمصريين، بس ما نتوههمش. لازم نبقى عاملين بلان مظبوط وواضح سواء للصغير او للكبير. النهارده الكبار عندي مشكله ان انا هجيب قبل التاهيل في فبراير، فانا هستخدم ايه؟ احسن اسلحه عندي. انا خسرت 2 of the best guns من الموجودين، فاضل لي 2. مع احترامي للكماله، ما اقصدش بيها اي اساءه ليهم، هم بس جاست نوت ريدي زي الاولاني، زي الشابين دول اللي عايشين بره وبياخدوا اكسبيرينس on a daily basis، عنده on the big level. دول عايشين في البيج بول. احنا النهارده بيتكلموا في الكوره اللي بنفتخر وقاعدين كلنا ماشيين رقبتنا بقى طولها قد كده من المغرب، فاحنا بنتباهى بشعر بنت اختنا، لكن معلش يا بنت اختنا فهنتعلم منهم. وتنظيم قطر طبعا ده حاجه تانية، فدي كلها اضافه. يعني قطر بالتنظيم بتاعها شابو وحاجه جميله، وطولوا رقبتنا، وان شاء الله هيكونوا رساله خير وسلام للعالم جميعا ان الناس دي جت وعملوا بطوله العالم من غير وان انسيدنت، حادثه واحده تسيء للاخلاق او عليها علامات استفهام. انما المغرب عملوا ايه؟ العيال اللي عايشه بره بقت الفريق، ابتدوا المعلقين بتوعنا اللي انا بتفرج عليهم، والكلام ده ينطبق على نفس على الفروسيه لو هترجمه، يقولوا ايه؟ ابتدوا خلوا الولاد تسافر ومش عارف ايه وافتحوا لهم. طيب ده دور النهارده الاتحاد انه يفتح للولاد دي انها تسافر. سيبك من الدعم، انا مش هاخدش مليم من مصر، انا هجيب سبونسرز. مش انا، اي واحد مسؤول عن لاعب مميز هيلاقي سبونسرز. في ناس في دعم من الدولة حقيقي مش قليل، في سبونسرز كمان موجودين، لكن المشكلة في طريقة إدارة هذه المنظومة زي ما حضرتك اتفضلت. ما أنا أقول لحضرتك المشكلة إن أنا لما بجيب فلوس دعم بقيت خلقت ميديا للغلط، فأنا عايز أبعد الميديا بتاعت الغلط وما بتبقاش افكتيف قوي، وهيبقى في إساءة توزيع للريسورسز، لأن في إساءة اختيار للمدير. فالنهارده ما ينفعش ان الرياضه اللي قطر رئيس الاتحاد بتاعها فارس عمره حاجه و40 سنه 46 سنه، ورئيس الاتحاد السعودي الامير عبد الله رقر عمره حاجه و40 سنه. النهارده اليونج جينيريشن، النهارده ده اللي انا بقى عايز، اللي انا مستنيه ومتوقعه هيحصل، لان دي سياسه السيد رئيس الجمهوريه اللي بسمعه ان هو هي نيدز يونج بلاد وبيدور على يونج بلاد. النقطة بتاعت الشباب لما كانوا بيسألوا حضرتك الفلتريشن حصل ازاي ولا الاختيارات ولا كده، الحقيقة هو فعلا مفيش وضوح، لا حتى لحد دلوقتي مفيش اعلان مين الفريق القومي الرسمي لمنتخب مصر الفروسية للكبار اللي هو المفروض يعني جاي له مدرب ومش معلن. فالطبيعي ان المدير الفني الرسمي يكون على طول معاه المنتخب القومي الرسمي 1 2 3 4، لكن النهارده مفيش حتى اعلان من الاتحاد لهذا، زائد الولاد الصغيرين مفيش سيستم واضح اختيارهم. نتمنى انهم يلحقوا نفسيهم، لان تقييمي انا للموضوع ان القرارات كانت سريعه ومتسرعه لارضاء او لسد بعض التساؤلات والخروم اللي موجودة في السيستم. أنا اللي برضو يعني مطروح، ليه التوقيت ده في إنه مدير أجنبي يجي؟ طب ما هو كان في طوكيو مثلا، طب ما كان عندنا ريسورسز إن احنا نجيب مدير أجنبي، ليه ما حصلش ده في الأولمبيكس اللي فاتت؟ وحتى الأولمبيكس دي ليه ما كانش من سنة مثلا
عملنا ان الخطوه دي بحيث حتى المدير الفني ده هو اللي يقرر نسترد تاني عبد القادر وسامح ولا لا، نقدر ان احنا نعمل ايه مع الفريق، لكن مش جايبينه بعد قدامنا بس سنه خلاص كده على الاولمبياد. ما فيش سنه، احنا بقول لك الكواليفيكيشن از ان 2 مانثs، ان يعني احنا وي ار نوت جونا كواليفاي اور اور تشانسز ار فيري لو، عشان ما اقدرش انا احجر على قدره الله. بس انا شايف ان برضو قدره الله بتسخر بحسن اداء عباده، واحنا لا نحسن الاداء، فما اعتقدش ان هو هيبقى موفقنا كتير. هو وفق المغاربه هناك في المغرب ليه؟ لان ناس اجتهدت. خلينا ننتقل لنقطة أخرى. يعني كان في تصريح لرئيس الاتحاد إن مصر مش مؤهلة جغرافيا لأن هي يبقى فيها بطولات دولية وفي مشاكل، وإحنا مش زي يوروب ياخد التراك بتاعه ويروح. بس أنا يعني حضرتك حضرت التاريخ الفروسية المصري أكتر يمكن من أي حد. هي مصر كان وقفت فيها المباريات الدولية لمدة 32 سنة، بس ده كان سببه ثورة قامت 52 واقتصاد وتأميم، والفروسية خدت زي ما بقية الرياضات خدت سيد باك، يعني حاجة متأخر. وبعدين ابتدينا من 32 سنة من 84 بقدرة الله. ومش عايز أقول أنا كان ليا دور كبير في إن أنا اجيب 12 فارس اوروبي من اصدقائي اللي اتعرفت عليهم على مدى ال20 سنه اللي كنت عايش فيهم في انجلترا، وعملنا مباراه على خيول مستعاره، ومن هنا فتح بند الخيول المستعاره والمباريات بالخيول المستعاره. ودي طبعا حاجه كانت مستحدثه بالنسبه للاتحاد الدولي في هذا الوقت. وعملنا مباراه اللي كان اسمها الموفن بيك اياميها، بعد كونكورد، هي بعد كده تحولت الموفن بيك بعد ما انا عملت المباراه الاولانيه الحمد لله، وما كنتش اقدر اعمل مباراه تانية لان كلفتني كتير جدا هذه المباراه ومش امكانياتي. وفي واحده تانية اللي حضرتك عملتها في الاستاد. الاستاد دي مباريات الدوري العربي. دي مباريات بس دوليه برضه. لا دوليه اكيد. ومؤهله لكاس العالم. انا بقول لحضرتك ففي مباريات اتعملت. لا انت بتساليني، انت انا بقول على الصعوبه، فالصعوبه تعديناها. صحيح. سواء الاول لما ابتدينا على خيول مستعاره وبعدين بقينا بخيولنا وخيول العرب اللي كانوا بيجوا لنا، لكن احنا صعبنا مشكله الحدود ولم نتابع على ان احنا نزيلها، فابتدى العرب ما يجوش والدوري العربي ابتدى يضمحل لحد لما بقى في الاخر بنجيب فارسين 3 من اللي هم يعني مستوى صف تاني وتالت ونديهم الخيل الدرجه الثانيه بتاعتنا او حتى الدرجه الاولى، عشان يبقى اسمي عندي 3 نيشنز تو ميك ان انترناشونال كومبيتيشن. فبقت مباريات دوليه كاموفلاج. هو بس احنا ليه بنستوضح من حضرتك شويه، لان يعني اذا احنا جغرافيا مش مؤهلين لا مش لا فبنجيب مدربين ليه؟ بالظبط، برافو عليك. ما انا كنت اقول لك I'm not gonna accept this discussion لانها مقفوله واتعملت والناس كانت بتيجي والفريق المصري كان بيسافر وكانوا بيسافروا بالعبارات ايام ما كانش فيه طيران. يعني اصعب مشكله الحج او اللي هي بيقولوا انها خلاص في اخرها بعد 12 سنه، دي كان ممكن تتحل في اول سنتين. صحيح. بس if there was an effort. انما ان شاء الله خلاص كويس. لا البروسيس ماشيه لان ابتدى يبقى فيه بريشر، لان في اتجاه سياسي ان مصر دي have to be presented again للعالم زي ما طول عمرنا. زي ما طول عمرنا. بارك الله فيكي. استمتعنا كتير جدا كابتن سمير. والله اتمنى عايز اتكلم مره كده وابقى اقعد معاكي ونكون النهارده محققين حاجات مش ضايع مننا حاجات. صحيح. ان شاء الله ترجع الرياضه وان شاء الله نشوفك على مكانك يا رب. باذن الله. يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. جزاك الله كل خير. تسلمي.